الآن يتم رفع العلم العراقي بعد تحرير الهدف. الجنود العراقيين الآن فوق البناية، فوق هذه البناية. الجرمة، وهذا التقاطع ذاك الجامع داخل احياء الجرمة. وما زال الشجعان يتقدمون الى التقاطع الثاني. الان عملية الدخول الى الجرمة من المحور والجهة الشمالية. التقاطع الأول قطعات قيادة عمليات بغداد، بوجود السيد قائد عمليات بغداد بعد أن تمت المعالجة من قبل القطعات الأرضية والتنسيق مع القوة الجوية. توجيه ضربات، طائرة السي اتش 4 أيضا وجهت ضربة، وأيضا طيران تحالف الآلية أيضا موجودة لفتح الطريق بعد أن كان مغلق هذا الطريق بالكتل الترابية من قبل العدو. واحدة من الضربات تم قتل 6 من الإرهابيين، والآن عملية الدخول مستمرة. هنالك بعض المقاومة من العدو من بعض المخابئ. تستمر عملية الدخول. نعم، امامنا الجامع الاول، الجامع الاول للجهه الشماليه لمدينه الجرمة. احنا الان قطعات الامنيه في مدخل الجرمة، المدخل الشمالي للجرمة داخل المدينه. هذا التقاطع الاول، قطعات الامنيه بعد ان تمت المعالجه بالقوه الجويه والقطعات الارضيه تمت مدخل المدينة من الجهة الشمالية بوجود ميدان السيد قائد عمليات بغداد، والمعالجة مستمرة. هنالك أيضا عندنا لوح دوري إلى الأمام، قطعات كما ترى كلها حماس ومستمرة في عملية التقدم. اعطي مجال هيفوت. في هذا المحور الشمالي التقت قيادة قطعاتها مع ابطال الشرطه الاتحاديه. منتصرين ان شاء الله. قوة الله للبيت. ما بقى لهم شيء. علي بن ابي طالب. خلي ابطال الشرطه الاتحاديه والجيش العراقي التقوا الحي الشعبي في هذه النقطه، وان شاء الله الان عمليه الدخول الى داخل مركز الجرمة. نعم، احنا الان في الساحه الرئيسيه لمدخل الجرمة، حيث ابطال الشرطه الاتحاديه دخلوا من هذا المخرج والتقوا بابطال قياده بغداد من الجيش العراقي وابطال الحي الشعبي في هذه الساحه. يتم الان رفع العلم العراقي وعلم المجرمه داعش، الارهابيين داعش. ايضا في الجهه الثانيه، جامع الجرمة الكبير. هذا الدخول اليوم يوم تاريخي ويوم بطولي قواتنا الامنيه بالدخول وتحرير الجرمة ان شاء الله. هذه بدايه الدخول. داعش الارهابي تكبيد خسائر كبيره، التنسيق عالي بين كل الصنوف، الشرطه الاتحاديه، الجيش العراقي، الحي الشعبي، الابطال. الكل اليوم كان وقفه رجل واحد في الدخول الى الجرمة العزيزه وتحريرها ان شاء الله. وبعد طبعا اكيد الابطال عندهم شغل اكثر بعد ان دخول الى داخل المحور في العمق، وايضا الجهد الهندسي الابطال لهم ايضا عمل مستمرين ان شاء الله. هاي هديه لوزير الداخليه.